السلام عليكم. زين الدين زيدان يفاجأ الجزائريين بعد تلقيه دعوى رسمية لحضور الشان، ويصفع المتربصين للجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل أيام قليلة من افتتاح كأس الأمم الإفريقية للمحليين بالجزائر، فقد صرح زين الدين زيدان وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الأسبانية وقال: لقد تلقيت دعوى رسمية من المنظمين لكأس الأمم الإفريقية للمحليين بالجزائر، ولقد وافقت على الفور، لأنني أنتظر بفارغ الصبر حضور هذا المحفل الكبير، وخاصة أن هذه البطولة تقام في بلد الجزائر، فالجزائر دائما في قلبي، وهذه فرصة جيدة لألتقي بعائلتي في الجزائر، وألتقي أيضا مع الشعب الجزائري الذي أكن له كل التقدير والاحترام، والذي دائما يساندني، وسوف أدعم الملف الجزائري المقدم للكاف لاستضافة الجزائر كأس الأمم الإفريقية لعام 2025، لأن الجزائر لم تستضيف هذه البطولة منذ زمن طويل، ما يقرب من 33 عاما. وسأله الصحفي: لماذا لم تدرب المنتخب الجزائري؟ فرد وقال: المنتخب الجزائري لديه مدرب كبير ويقوم بعمل جيد، وهو المدرب جمال بالماضي الذي أحترمه كثيرا، فهو قدم الكثير للكرة الجزائرية، ولكن إذا طلبتني الجزائر في أي وقت سأكون حاضرا لتدريب هذا المنتخب الكبير. ولكن أكثر ما أسعدني أن الجزائر أصبحت تمتلك بنية تحتية رائعة، وتمتلك ملاعب رائعة للغاية مثل الملاعب التي أشاهدها في أوروبا. وأقول لكل المتربصين للجزائر: انتظروا الجزائر في كأس الأمم الإفريقية للمحليين، وسوف تشاهدون بأنفسكم هذه الملاعب. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.